1998 بخروج القائد من سوريا. كان لدى القائد طريقين للذهاب، أما الجبال أو أوروبا. وكما يقول القائد في وقتها: إذا اتجهت إلى الجبال كانت ستندلع عن الحرب أكثر، وفي مناطق الجريلا ستضعف إمكانيات النضال. ولهذا اتجه القائد أبو إلى أوروبا لأجل سير ورفع مستوى النضال السياسي أكثر. وكما يقول القائد أبو: بسبب صداقة نادرة ورفقة مزيفة تم القبض على القائد أبو في 15 فبراير 1999 في كينيا. وكما ادعوا بعض الدول أن من الخوف أنهم يستفيدوا القائد لديهم، وهذه كانت أكبر كذبة لديهم. يتم توفيق القائد فقط حتى ولادة كان حي ممنوع في السجن. علينا أن نستمر رغم كل هذه المصاعب والتعذيب. أوصل النضال هو الفلسفة الأدبية وخلق حياة جديدة وحرة. الحياة والمرأة بصير واحد، إذا المرأة ما في الحياة كمان ما تتطور. مشان هيك القائد أول شيء أسس من الحزب العمال الكردستاني، أسس المرأة على طريق المرأة. المقاومة والانتصار بدأت. الثورة ما كنا نعرف شيء، بس أنا الحمد لله كما شفت الدول كلها تأمرت على القائد عبد الله وجلال، ما تريد تصل فكره مثلا لدولهم. يعني الشخص عادي ما يقدر يقعد لحاله بين غرفة صغيرة وفيها 24 ساعة رطوبة، ما يقدر يعيش فيها 24 ساعة من أجل القضاء عليهم. ومن الجهة الأخرى يناضلون ضد مفهوم السلطة الذكورية وبالتالي تقدم الثورة. نحن نعلم أن الموضوع الضروري وهو حل المشكلة لا يظهر والانقطاع من أجل تطوير مستوى الوعي الذي وصلت إليه المرأة.